الراجل الحقيقي اللي الست والحياة بتحترمه مش اللي حافظ كلمتين ريد بيل وطالع يقولهم، مش اللي حافظ كلمتين ريد بيل ورايح يتعامل بيهم مع الناس. الموضوع اكبر من كده. الالفا الحقيقي لازم يكون عنده كفاءة بدنية، لازم يكون عنده مخزون موارد، لازم يكون عنده شخصية، التلاتة مع بعض. لو انت شوية برد بينيموك على السرير وبيخليك بقى تضطر تاخد بنادول او مسكنات وتقعد تولول وظهري ودماغي وجعاني والكلام دوت، في نفس اللحظة دي انسى ان اي غريزة انثى تشوفك الفا. هي هتشوفك احسن راجل قدرت تحصل عليه، بس مش هتشوفك الفا. خلينا نعرف ايه هي سمات الراجل الالفا او الراجل الحقيقي او ايا كان بتقولوا عليه ايه. الراجل الالفا لازم يبقى معاه 3 حاجات، تمام؟ شخصية، ده قولا واحدا، دي حاجة كده على جنب. وسامة، مش الوسامة اللي هي جمال، صحة بدنية، كفاءة، ان جيناته تبقى صحة كويسة، تمام؟ تالت حاجة موارد، تمام؟ وفي حاجة رابعة يعني هي ملهاش علاقة بده بس انا اللي ضايفها، انك تكون بتعرف تتعامل مع الانثى، تعرف تسير غريزتها، تعرف تبقى غامض، الحاجات ايه الجانبية اللي احنا عارفينها دي. انما اهم 3: الجينات، الشخصية، الموارد. لو عندك خلل في واحدة فيهم ما تفكرش تقول على نفسك ألفا. خلينا نفهم عقل الأنثى مبرمج على إيه. في حاجة اسمها غريزة البقاء، ودي هعمل عليها سلسلة لأن دي حوارها حوار، لأن ما شاء الله اكتشفت إن ناس كتيرة ما تعرفش حاجات عنها، تمام؟ غريزة البقاء على قيد الحياة غير غريزة التكاثر اللي هي ان النسل بتاعها هيكمل للابد، تمام؟ طب ايه اكتر حاجة تضمن لها ان النسل بتاعها هيكمل؟ هما ال3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم: الجينات، الموارد، الشخصية. زي ايه؟ لو انت جيناتك كويسة، مثلا فحل بمعنى الكلمة، من الاخر كده ما بتهداش، لما بيجيلك دور برد ما بيفرقش معاك، انت بتتعب بتجهد بس بتتعامل عادي، ما بتحتاجش تاخد مسكنات. اذا فلما تخلف منها العيال هيطلعوا صحتهم كويسة. صحتهم كويسة يعني لو لا قدر الله انت حصل لك حاجة او لا قدر الله توفيت، العيال دي هتعرف تتعامل، جيناتهم كويسة، في نفس الوقت هيعرفوا يتكاثروا بسهولة. ليه؟ لان جيناتهم حلوة، جيناتهم هي دي اللي الانثى عايزاها. مفيش حد مش عايز ابنه يكون قوي، مفيش بنت مش عايزة الراجل اللي معاها يكون صحته بوم، مفيش بنت بتحب الراجل اللي معاها اول ما يجيله دور برد ينام على السرير ويفضل اسبوع قاعد وما يتحركش. طب معلش يعني، هو لو حصلت مشكلة وانت عندك برد، انت واحد مش قادر تتعامل مع دور البرد من غير مسكن، هتعمل ايه؟ يعني خلينا نقول حرامي دخل يسرق الشقة مثلا، هتعمل ايه؟ هتحميها ازاي؟ ابنك لا قدر الله حصل له مشكلة، هتحميه ازاي؟ اذا كان انت عايز اللي يحميك. فهنا بيحصل نفور. المشكلة ان الموضوع ده بيبان في الضعف الجنسي عند الرجالة، وطبعا احنا واخدين بالنا من الحوار ده، بس اساسه اللي عنده ضعف جنسي اقل دور برد بيخليه يهمد، وده تقدروا تشوفوه. طبعا انت ساعات يجيلك دور برد تقيل كل 3 4 ادوار برد، او لما يجيلك تعب مثلا وتتعب مرة من اصل 4، ماشي، دي ممكن تتغفر لك، لكن مش طبيعي انك كل ما يجيلك دور برد او تتعب او تصدع، لا انا عايز بنادول، دماغي ياما مش قادر، وتقعد تصوت معلش لما انت بتعمل كده امال هي تعمل ايه؟ امال لو قلت لك ايام الانسان البدائي ان هو اللي يطلع يصطاد وكده، امال لو جاله دور برد وقتها كان يعمل ايه لما انت هنا مش قادر تستحمل؟ انا ممكن اشفع لك لو ده بيحصل مره من اصل 3 4 مرات، لكن لو كل دور برد او كل دورين على الاقل لازم واحد فيهم يتعبك ويجهدك وينيمك على السرير، فانت محتاج تراجع نفسك. اقول لك انا في عقل اللاواعي الانثى بتقول ايه لما بتشوف حاجه زي دي؟ اول حاجه بتقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ يا رب انا شوف لي حل للمشكله اللي انا وقعت فيها دي. انا مش عايزه عيالي يطلعوا بنفس الطريقه دي. طب انا لو خلفت منه وجوزي ده مات، عيالي هيعملوا ايه؟ عيالي صحتهم هتبقى عامله ازاي؟ عيالي لما يكبروا والانثى تنجذب لهم ويتكاثروا، ده هيحصل ازاي بجهاز المناعه الضعيف ده؟ في الحاله دي هي هتنفر منك حرفيا، هتكره اليوم اللي هي شافتك فيه. طبعا لو انت احسن راجل قدرت تحصل عليه في الوقت ده، ده حوار تاني، للاسف هتحتقرك بشكل كبير، وده طبعا في عقلها اللاواعي. امال لو رجعت كورونا تاني اللي حصلت من حوالي 5 6 سنين، لو جه مرض اشد منه هتعمل ايه يا اسطى؟ لو يا عم واحد اتهجم على بيتك وانت تعبان هتعمل ايه؟ انت مش قادر تواجه دور برد. هو عقلها اللاواعي في كده. الانثى محركها الاساسي غريزه البقاء، وهي ال3 موارد اللي انا قلت لك، الموارد، الشكل، الشخصيه، هم ال3 حاجات دولت اللي بيخلوها تطمن. اي خلل في حاجه من ال3 ما تسميش نفسك الفا. طب انت ايه المطلوب منك لو انت كده؟ انت مطلوب منك حاجه واحده: تظبط صحتك على قد ما تقدر، تظبط اكلك، نومك، تمرينك. الموضوع ما بقاش رفاهيه، قسما بالله حالات الخيانه اللي احنا بنشوفها بسبب الصحه.
فوق ال 90% منها بسبب الصحة برضو. طبعا مفيش حد هيطلع يقول لك الكلام ده، انا بكلمك كلام علمي، بكلمك كلام انا ممكن اجيب لك كمية دراسات بالكلام ده. وللاسف الست بتبقى بتدور على الامان، والامان ده مش انك انت تسيطر عليها، ولا انك تجيب لها حقها، ولا انك توفر لها فلوس، لا، ان هي عيالها لما يكبروا تعرف تحميهم. عيالك دول لو لا قدر الله حصل لك حاجة يعرفوا يتصرفوا. الحاجات دي ولا في فلوس ولا شخصية هتشفع لك. لو لا قدر الله حصل لك حاجة انت ما بقتش موجود، إيه اللي يخليهم يعتمدوا على نفسهم؟ صحتهم فقط، مفيش حاجة تانية، عشان محدش يضحك عليك. فالموضوع مهم، خلي بالك. انا كده بقولك اقل حاجة ممكن تبقى عليها، انا ما بقولكش المفروض تبقى كل دور برد تعرف تتعامل معاه، ولا بقولك الانسان البدائي كان بينزل يشتغل ويطلع يصطاد حتى لو عنده دور برد. انا بقولك بس انك تستحمله من غير مسكنات. ده اقل درجة من الصحة. انت حرفيا لو مش عارف توصل للمرحلة دي فدي مشكلة تانية. ندخل على تاني حاجة وهي الموارد. ممكن تقول لي كده، لو انت دلوقتي مادياتك مش احسن حاجة هتبقى الفا ازاي؟ يعني افتراضا انت دلوقتي متجوز، لا قدر الله لا قدر الله التلاجة باظت وهتحتاج تشتري تلاجة جديدة، ممكن تقول لي هتعمل ايه؟ هتروح تستلف؟ هتروح تاخد قرض؟ هتشاركك في الموضوع؟ وده لوحده حوار تاني. ولو انت على موتك ما تخلاش تعمل حاجة زي دي، تمام؟ انت بقيت الفا ازاي في كلا الحالات؟ لو هي ساعدتك مبروك عليك، حرفيا انت فقدت رجولتك. ربنا خلقك لسبب، انت اللي تحمي اللي حواليك. بص عشان تفهم حاجة، الراجل الحقيقي اللي مثلا لما تحصل مشكلة الناس تبص له. يعني انت تلاجتك باظت، مراتك تبص لك، امك لا قدر الله محتاجة علاج تبص لك، ابوك مثلا محتاج حاجة يبص لك، ابنك محتاج حاجة يبص لك، مراتك مثلا حد زعلها تجي لك، مثلا اي حاجه محتاج رعايه انت اللي ترعاه، تمام؟ انما انت مش عارف تعمل الاساسيات بتاعتك. يعني في ناس تقول لك ايه، لو انت هتخلي مراتك تجهز معاك قايمه، يعني في مصر وكده بما ان الحوار مشاركه وكده، فامضي قايمه. حرفيا الحوار ده مشكله لابعد الحدود، قسما بالله العظيم لو هتعرف اللي هيتقال وقت الخلافات ايه، حرفيا انت تروح تدفن نفسك احسن. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. ليه؟ انت ربنا خلقك انت اللي تقدم الحاجات دي. انت رايح تقول لها ساعدي معايا اصل الظروف صعبه؟ العقل الانثى متبرمج على انه ما يعرفكش. انا عارف ان الكلام صعب، وعارف ان في بنات هتقول لي لا انا اقدر اساعد، انا عارف والله، وعارف ان الناس كويسه، بس العقل على مدار الوفات السنين اللي فاتت ما يعرفش الكلام ده. حته الطيبه، الظروف الصعبه، ده بغض النظر ان مفيش حاجه اسمها ظروف صعبه. دلوقتي اي حد يقدر يعمل فلوس، دلوقتي اي حد يقدر يعمل اي حاجه. المشكله في ايه؟ زمان كان البني ادم هو اللي يطلع يصطاد، انت متخيل؟ يطلع يحارب ويصطاد، وممكن حد ينصب عليه فهو اللي يجيب الخروف اللي مثلا اصطاده، اي حاجه. فتخيل في الوقت ده الانثى ما كانتش بتتعاطف معاه، الانثى ما كانش مجبره تحط معاه حاجه، والراجل اللي الانثى بتساعده في حاجه حرفيا هي بتحتقره. ومش عايز اقول لك ايه اللي بيحصل بعدها. تيجي انت في الظروف اللي احنا فيها تقول لي اصل الظروف صعبه، ما انا عارف ان الظروف صعبه، هي مالها يا اسطى؟ انا ما بقولكش عيشها في فيلا، ما بقولكش هات لها كيلو لحمه كل يوم، مش بقولك عيشها في جنه، مش بقولك انزل اصطاد، لكن على الاقل اساسيات بيتك انت اللي تجيبها. انت مش عارف تتجوز اصلا، انت مش عارف تجهز بيتك، صباح الفل. انت حرفيا اساسيات الرجوله بتاعتك اللي ربنا منزلك عليها حرفيا انت مش عارف تطبقها. فانت هتسمي نفسك الفا ازاي؟ طب عندي سؤال، لو حصل لك مشكله دلوقتي ورحت تستلف، هل انت كده بقيت الفا؟ في راجل الفا يروح يستلف؟ طب انت رحت دلوقتي خدت من احمد مصطفى 200 جنيه مثلا او 500 جنيه او حاجه، لو هنقول مره غصب عنك ماشي، هنعديها مع اني ما بحبش الموضوع ده بس ماشي. طيب لو حصل مره والتانيه والتالته كده انت بقيت الفا؟ بالله عليك انت مصدق الكلام ده؟ بالله عليك عقلك اللاواعي شايف ان انت كده راجل بجد؟ عقلك اللي متكون على مدار الوفات السنين وخد حروبات وكان بيطلع يصطاد، واجدادك اللي عانوا عشان انت توصل للمرحله دي، بالله عليك يعرفوا ان انت هتبقى كده؟ وطبعا لو مش هتستلف هتخليها تحط معاك، حطت معاك انت اتنازلت عن سيادتك، انت اتنازلت عن رجولتك. ده حتى احنا بنقول ايه، النفقه مربوطه بالطاعه، هي لو مش بتطيعك ما تنفقش عليها. انت متخيل ان هي اللي تصرف عليك؟ انت متخيل هي اللي تساعدك؟ انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس، وعارف ان الناس هتتضايق، بس انت متخيل يعني ايه واحده هي اللي انت مستوعب الكلمه؟ انت مستوعب ان انت عشان البنت تطيعك لازم تنفق عليها؟ انت متخيل هي اللي تنفق؟ انت فاهم انت بتعمل ايه؟ وطبعا لو بتروح تستلف او تاخد سلفة او اي حاجة من غير ما هي ما تعرف، ما تقلقش هتعرف، كلها مسألة وقت.
سنة سنتين تلاتة هتقع بالكلام. هتيجي في مرة مثلا مش نايم كويس، هتبقى تعبان، هتسألك تقول لك يا حبيبي طب مش عارف ايه، هتوقعك في الكلام، هتوقعك وهتعرف، وساعتها هتحتقرك اكتر. زي الاختبارات بالظبط، البنت بتعمل ايه يا معلم؟ بتختبرك مرة واتنين وتلاتة تمام، بعد شهر تختبرك تاني، بعد سنة تختبرك، هتفضل تختبرك طول عمرها. ليه؟ عشان تتأكد. فلو انت عديت من دلوقتي مش هتعدي الشهر الجاي، عديت الشهر الجاي مش هتعدي السنة الجاية، عديت السنة الجاية مش هتعدي كمان 10 سنين. يعني حرفيا انت عامل زي ايه؟ زي اللي بيأجل الجلسة، عمال ياخد تأجيل في تأجيل في تأجيل، وهو عارف انه هيتحكم عليه بالإعدام في الآخر. فلازم تبقى واخد بالك من حاجة زي دي. تالت حاجة ودي الأهم، وهي الشخصية. انا مش هقدر اقولك ان انت لازم تعدي كل اختباراتها، لازم تبقى واخد بالك من كل حرف بيتقال، لازم كل حاجة تاخد بالك منها والكلام ده، لان مفيش حد من اللي بيقدم لك محتوى بيعدي كل اختبارات البنت. لان زي ما قلت لك، انت دلوقتي تعبان، مش هتبقى مركز، جاي من الشغل في ضغط في مشكلة، ده طبيعي. لكن ان هي تشتمك وتعدي، لا ده اللي مش طبيعي. لكن انك تقع في 50 اختبار ورا بعض، ده تعبير مجازي طبعا، 4 اختبارات ورا بعض، ده مش طبيعي. اختبار من اصل 3 4 ومالوش علاقة بالكرامة او الحدود، ماشي، دي اشفع لك فيها عادي، كده كده محدش هيعدي كل الاختبارات. لكن ان هي تحاول تسيطر عليك، تحاول تمشي هي كلمتها، انت لو سمحت بده مره هيحصل الاكبر، لو ده حصل في حاجه خفيفه انت حرفيا الموضوع هيكبر معاك. فما تتنازلش عن الحاجات دي، حتى لو كنت اوسم راجل في العالم، حتى لو كنت اغنى راجل في العالم، برضه هتنفر منك. انا مش هدخل معاك في حوار الخيانه والحاجات اللي بتحصل، لان دي ليها فيديو تاني لوحده، حوارها حوار تمام. انا بطلب منك انك انت ما تخليش البنت تقل منك. لما يحصل لك مشكله في البيت، الكهرباء لا قدر الله ضربت، لا قدر الله تعب، اي حاجه كده خفيفه، تبقى معاك مخزون ليك. طب لو لا قدر الله الشغل صف، هتعمل ايه؟ لا قدر الله جالك مرض، رجلك لا قدر الله اتكسرت، هتقعد 3 شهور في البيت مش هتشتغل، هتعمل ايه؟ اسأل نفسك، هل انت جاهز للحظة دي؟ لو انت جاهز تمام، ابتدي حط لقب الفا ليك. انت مش جاهز للحتة دي، مش عارف هتعمل ايه، معتمد على انك تستلف، معتمد على ان ربنا يكرمك. المشكلة ان ربنا لو كرمك هيكرمك مرة مرتين 3، لكن لو كل مشكلة ربنا هيكرمك فيها، طب ما خلاص يبقى نشتغل ليه بقى؟ ما توهمش نفسك، لازم تتقبل حقيقة حاجة زي دي. مفيش الفا ما بيعرفش يتصرف، وخلي بالك ما بيعرفش يتصرف ان هو يكون معاه الموارد دي، او معاه الصحة دي، او معاه الشخصية. انما معلش، مش مع اقل مشكلة تحصل لك في البيت تروح تستلف، ولا مع اقل دور برد يجي لك تروح تاخد لي بنادول ولا مسكنات، ولا تقعد لي على السرير اسبوع، ولا معلش في الكلمة تسمح للبنت ان هي تقل منك وتقول لي انا كده الفا. لا، انت كده بتشتغل نفسك. صدقني لقب الفا ده كبير قوي، وكبير لابعد الحدود، فوق ما انت متخيل. انك تشوف ولد سمب مع البنت فتقول عليه بيتا، تحتقره، صدقني انت ما فرقتش عنه حاجه. لان مفيش الفا بيركز في الحاجات دي، الالفا ما بيهتمش بالحاجات دي. في حاجات الالفا ما بيعملهاش، انك تقعد تقيم في ده وتقول ده سمب وتتريق عليه. صدقني الالفا مش مهتم غير بنفسه، مهتم بصحته، مهتم بفلوسه، مهتم بشخصيته، مهتم بان هو ينقذ اللي حواليه. مش فاضي هو لان هو يقعد يتريق على ده، ويقعد يقيم ده، ويقعد يدخل يشتم في ده، ويقول ده مش عارف ايه، ويقعد يتكلم على ده. صدقني مفيش حد مهتم بالحاجات دي. يعني من الاخر كده، الالفوية الكاملة هي انك تتحمل المسؤولية الكاملة. لو انت بتعرف تحمي كرامتك نفسيا قدام اي ضغط، لو بتعرف تحمي بيتك ماديا، لو بتعرف تحمي صحتك ومحافظ عليها على قد ما تقدر، فمبروك عليك، كده تقدر تقول انك الفا. هل بالضرورة تبقى صحتك بومب؟ هل لازم تكون بتتمرن من 20 سنة؟ هل لازم يبقى معاك ملايين؟ هل لازم تكون بتعدي كل اختبارات البنت؟ لا، لكن على الاقل تبقى عارف صحتك ما ينفعش تنزل عن الحد الادنى. لازم تبقى عارف ان دور البرد ما يأثرش فيك. انت هتتعب شوية بس لازم تتعامل. لو جسمك بيتعامل مع دور البرد بيقعد معاه اسبوع او مسكنات او حاجة، انت محتاج تراجع نفسك. لو انت دلوقتي لا قدر الله حصل لك مشكلة محتاج فيها مثلا سكة مثلا $200 مثلا، لو انت شايف، او $300 $400، ودول مش رقم بالنسبة لنا، فحرفيا لو انت مش قادر توفره او هو مش معاك في جيبك، فانت محتاج تراجع نفسك. لو انت قدام البنت مش قادر تحط لها حدود، مش قادر تقول لها لا على الحاجات الصارمة ان هي ما تقلش منك، فانت برضو محتاج تراجع نفسك. ده اقل حاجة اقدر اقولها لك. واشوفكم في فيديو جديد يا رجالة.